تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه لنا الروح بالمعادن، بمعادن الأرض، يعني أرواحنا مثل معادن الأرض، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذهب والفضة. طيب أنا أقول لك شيء يفجع، قد قابلت شخص قبل كذا وحسيت أنك قد شفته من قبل، حسيت بالراحة معه وكأنك تعرفه من قبل. الشيء اللي ما تعرفه أنك فعليا قد قابلته من قبل، بس أنت ما تتذكر وين قابلته. الله سبحانه وتعالى خلق الأرواح قبل أجسادنا، فكانت الأرواح عند الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، يعني كانت مجموعات عند الله سبحانه وتعالى، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ففعليا بعض الأحيان تقابل شخص وما تهضمه أبدا، مع أنه ما سوى لك شيء ولا غلط عليك، لكن سبحان الله قلبك كش منه، والعكس صحيح. فممكن روحك وروحه من مجموعات مختلفة في عالم الأرواح. وفي رواية ثانية الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، لأن الروح طبيعتها واحدة ومعدنها واحد.